لأن يفوتني القطار خير من أن يدهسني القطار، خير من أن يدهسني القطار. نعم، إذا فاتني القطار سأنتظر الرحلة التي بعدها، سأنتظر القطار الثاني. هذا ولا شك أفضل من أن أحاول الركوب في القطار الأول وهو مسرع وقد فاتني، ثم أقع تحته فيدهسني هذا القطار فتنتهي حياتي. ما التطبيقات التي يمكن أن نطبقها على هذه الحكمة؟ أنا في بالي تطبيق واحد، ثم بعد ذلك لكم الأفق الواسع في أن تبحثوا عن عشرات التطبيقات. أحيانا بعض الأخوات، بعض البنات تتأخر في الزواج، يصل عمرها إلى 25 إلى 30 إلى فوق 30، لا يتقدم لها أحد، فتقلق هي ويقلق والداها أو يقلق ولي أمرها، ثم بعد ذلك يتقدم لها رجل لا يناسب أبدا على الإطلاق، رجل سيء في خلقه، سيء في دينه، سيء في تعامله، ربما رجل صاحب مخدرات، رجل لا يصلي على الإطلاق، يتقدم لهذه المرأة، فيحتار ولي أمرها فيقول للبنت اقبليه حتى لا يفوتك القطار. هنا يمكن أن تستشهد البنت وتقول لأن يفوتني هذا القطار خير من أن يدهسني. ربما يأتي أحد آخر، أبقى عندك يا أبي، معززة مكرمة، خير من أن أخوض تجربة واضحة المعالم، واضحة الثمرات، معلومة النتائج. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث وصححه بعض أهل العلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ما قال إذا أتاكم من هو ضال مضل لا يصلي يشرب الخمر سيء الأخلاق بخيل في سجاياه وبخيل في عطائه اقبلوا ثم بعد ذلك أثروا عليه. لا، هذا يقلب الحياة جحيما على ابنتنا. حتى قال بعض الناس يمكن أن يكتب الله سبحانه وتعالى هدايته على يدها، نقول ويمكن أن يكتب الله سبحانه وتعالى ضلالها على يده.